السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله تعرفوش دولة كان سواء كانت ديمقراطية ولا ديكتاتورية شفت البوليس نتاعها مقرف. علاش؟ وفروا لي الأمن يا قرودة كما قال السبسي، وأصدق كلمة قالها. نقص 3% قاعدين مشعلين الدنيا. راي خدمتك أنت باش توفر الأمن للمواطن، مش تقول لي حياتي متعرضة للخطر. يا أخوي مالاش تخدم أنت؟ شنو خدمتك انت؟ كان مش عاجبتك سيبها وبرا شوف حاجه ما تخافش فيها على حياتك. شنو نحطوا كل بوليس نحطوا له 4 عساس يقصوا عليه ولا شنو القصه؟ شنو قصتكم انت مربي؟ وفر لي الامن. ما زالتش هذه اخر ما صدر معناها. وفر لي الامن، خلينا نخدموا معتصم. يا احنا نعتصموا راهم كمواطنين نقول لكم وفروا لنا الامن. راكم تاخذوا في شهريه فلوس غيركم بطال وانتم تاخذوا في شهريه. اللي راجل فيكم وعنده نخوه وكرامه يمشي يقدم ديميسيون، طيب يعملوا ريكروتمون ويقعد في بلاصتو. يجي هو يوفر الامن للعباد مش يطلب الامن للروح. تفهمنا؟ المرة هذه الشعب عداها لكم، هو بطل كان عطاك كف صغير. المرة جاية وزارة الداخلية يقلعوها لكم من العرس نتاعها. مازالش جايش مسكين يندب ليل ونهار، يندب في الثلوج، يندب في المطر، يطفي في الحرايق، يهز في الخميرة، يهز في الواحد ويخدم وساكت. وكعبتين القرودة قاعدين يتركزوا علينا كل يوم. أو ماشي جاي تعال وفر لي الأمن. مازالتش حاجة أخرى تو. تحبش تقعد في دارك وخذ شهرية؟ يا والله حوال قولوا راه عنا كعبات سراق نحبوا نحموهم، وكعبات اللي قتلوا نحبوا نحموهم، وكعبات اللي عذبوا نحبوا نحموهم. نفهموكم. وفر لي الامن. السلام عليكم ورحمه الله.